في الفترة اللي فاتت كان في أسئلة كتير عن أدوية التخسيس السحرية، زي هخس قد إيه، لازم أتابع مع دكتور، أبدأ بأنهي جرعة. والنهاردة هنجاوب عليها بشكل علمي وبسيط. أنا دكتور الحسيني، صيدلي إكلينيكي، وده كلام صيدلي. قبل ما نبدأ اعمل لايك وشير وسبسكرايب. في فيديوهات كتير اتكلمت عن أدوية التخسيس، بس النهاردة هنتكلم عنها بالتفصيل. هنقسم كلامنا لأربع محاور مهمة. أول حاجة، إيه هي الأدوية دي وبتشتغل إزاي؟ الأدوية دي بدأت لما العلماء لاحظوا إن أول لما الإنسان بياكل بيتفرز هرمون من المعدة بيعمل 3 حاجات. يروح للمخ يقول له أنت شبعت، ويروح للمعدة اتحركي ببطء فالشخص يحس بالشبع لفترة أطول، ويروح للبنكرياس ويقول له طلع أنسولين عشان الأكل يدخل الخلايا ويتحرق فيطلع طاقة. لكن المشكلة بقى إن الهرمون ده بيتكسر بسرعة، فمريض السكر دايما جعان ومفيش أنسولين كفاية يدخل الأكل الخلايا وبالتالي مفيش طاقة. الحلول الجديدة ظهرت أفكار عبقرية. الأولى، ما نقلل الإنزيم اللي بيكسر الهرمون ده عشان يفضل شغال فترة أطول. التانية، نصنع حاجة شبه الهرمون وتكون ممتدة المفعول. ومن هنا ظهرت أدوية زي الفيكتوزا. ومن أهم الأعراض اللي ظهرت على المرضى تحسن كبير في نزول الوزن وتحسن في مقاومة الأنسولين. ساعتها حصلت دراسات وطلع دواء الساكسين ده، وخد موافقة من منظمة الصحة والغذاء إنه ممكن يستخدم للتخسيس تحت إشراف طبي طبعا. هو الفيكتوزا لكن بجرعة أكبر. السكري مثلا أقصى جرعة 1.8 مللي جرام، لكن في التخسيس بتوصل ل3 مللي جرام. وطبعا في التخسيس لازم بتبدأ الجرعة تدريجية عشان الأعراض الجانبية اللي هنتكلم عنها قدام. وطبعا العلم بيحاول يطلع حلول أفضل، فطلع دواء زي الأوزامبيك ونجحوا إن هم يخلوه ممتد أكتر، يعني يفضل في الجسم لمدة أسبوع. معنى كده الشكشكة هتبقى 4 مرات بس في الشهر مش كل يوم. وده برضه لما طلع كان للسكري، لكن برضه لقينا جايب نتائج قوية جدا في تقليل الوزن، فطلعوا دواء بنفس المادة الفعالة السيماجلوتايد تحت اسم الوجوفي، وخد موافقة برضه من منظمة الصحة والغذاء بس بجرعات أكبر. يعني جرعة السيماجلوتايد في السكري بتبقى لحد 1 مللي جرام، لكن في التخسيس بتوصل ل 2.4. والعلم موقفش لحد هنا، عرفوا يخلوا المادة دي السيماجلوتايد اللي موجودة في الأوزامبيك والوجوفي تكون أقراص زي الريبالسس. للعلم بالشيء، فيكتوزا وساكسيندا واوزمبيك وريبالسس ووجوفي كلهم من شركة واحدة، نوفو نوردسك. شركة ليلي بقى طلعت بالمونجارو، هي نفس الفكرة، إبرة أسبوعية. كده من كل الأدوية دي طبقا لمنظمة الصحة والغذاء دوايين بس اللي بيستخدموا للتخسيس، الوجوفي وده بيكون مرة أسبوعيا، أو الساكسيندا وده بيتاخد يوميا. لكن مجازا بيتم استخدامهم كلهم للتخسيس تحت إشراف طبي طبعا. طيب امتى استخدمهم؟ لما ترجع لطبيب مختص، دي أول خطوة. ما ينفعش من نفسك خالص تبدأها، ويبدأ يشوف في احتياج أصلا إنك تستخدمه ولا لأ. الأدوية اللي خدت موافقة للتخسيس دي للناس اللي بتعاني من سمنة، مش مجرد زيادة في الوزن. يعني إيه؟ بنعرف إزاي إن دي سمنة ولا مجرد زيادة في الوزن؟ الدكتور بيشوف كتلة الجسم الBMI ويشوف هل الرقم أعلى من 30 ولا لأ. في ويب سايت تحط فيه وزنك وطولك ويطلع الرقم، هيبقى في الديسكريبشن تحت، شوفوا الرقم واكتبوه لنا في الكومنتات. بيجيب الوزن ويقسمه على طول بالمتر المكعب. يعني لو واحد وزنه 100 كيلو وطوله 180 سنتي، هتلاقي ان الكتلة طالعة في حدود 30. هل ده معناه كده خلاص يبدأ العلاج؟ لا برضه. الدكتور يشوف تحاليل الشخص ويشوف التاريخ المرضي، هل عنده مشاكل في الغدة او حد من العيلة درجة اولى عنده مشاكل اورام في الغدة. ساعتها الادوية دي ما بتكونش مناسبة. تمام، الدكتور قيم الحالة وقال نستخدمه. مهم بقى تبقى عارف ان العلاج ده مش سحر. مهم جدا يبقى فيه نظام غذائي متكامل، ونعمل رياضة حتى لو بسيطة. انك تتمشى نص ساعة 5 ايام في الاسبوع ده كويس جدا. معدل النزول في الوزن بيختلف من حد للتاني، ممكن يجيب نتيجة كبيرة عند حد وحد تاني ما يجيبش نتيجة في الجرعات الاولى، وهكذا. طيب الدكتور قرر نستخدمها، استخدمها ازاي؟ هنتكلم عن الابر الاسبوعية وكلهم نفس الطريقة تقريبا. المثال اللي هنستخدمه الاوزمبيك. طريقة استخدام القلم بيجي معاه 4 سنون. بنبدأ بجرعة الربع، فيها 4 جرعات، جرعة هتتاخد كل أسبوع. لو الأمور تمام نبدأ نزود تدريجيا، الشهر اللي بعده تبقى جرعة نص، الشهر اللي بعده تبقى جرعة 1، ونستمر عليه لحد ما نوصل للوزن المناسب، وبعد كده نوقفه ونكون في فترة الاستخدام عملنا روتين كامل لنظامنا الغذائي. لما نيجي نحضر القلم، أول حاجة لازم تغسل إيدك كويس جدا بالمية والصابون. بعد كده هتنضف المكان اللي هتاخد فيه الحقنة بالمسحة الطبية، سواء هتاخدها في البطن أو الفخذ أو حتى الدراع. لو هتستخدمها في البطن ابعد عن السرة بمقدار عقلتين. هتمسك القلم، هتشيل الغطاء الخارجي للقلم، هتجيب السن الإبرة وتشيل الورقة اللي عليها وهتركبها في القلم. هتلاقي فيه غطيين على السن، شيل الغطا الأول وبعد كده تشيل الغطا التاني، كده السن هيبقى باين قدامك. هتلف المؤشر مرتين اللي هي صوت تكتين بالظبط. بعد كده تضغط على الزرار في الهواء مش في الجلد. لو خرجت نقطة دواء أو كمية دواء بسيطة القلم كده شغال. مهم تعمل الاختبار ده قبل كل جرعة، عشان لو الإبرة بايظة الجرعة كلها ممكن تضيع.
بعد كده بعد لما تتأكد ان الجرعة تمام هتظبط الجرعة. لو مثلا جرعة ربع هتفضل تلف المؤشر لحد ما يوصل للجرعة المطلوبة. هتلاقي المؤشر اتحرك من 0 لحد الرقم اللي اخترته. هتدخل الإبرة في المكان اللي عقمته كويس، وبعد كده تضغط على الزرار لحد ما المؤشر يرجع للصفر. هتفضل ضاغط 5 ثواني عشان تتأكد ان الجرعة كلها دخلت الجسم. بعد كده هتشيل القلم وتشيل الإبرة وترمي الإبرة في مكان آمن. تقفل القلم وتسيبه في درجة حرارة 25، والأفضل إنك تسيبها في باب التلاجة. لو مفيش حاجة خرجت الإبرة ممكن تكون مسدودة، هتغيرها فورا. مهم تعمل الاختبار ده قبل كل جرعة. القلم بيبقى فيه 4 جرعات وشوية دواء عشان تعمل الاختبار ده. آخر حاجة وأهمها المتابعة والأعراض الجانبية. الدواء زي ما قلنا بيشتغل على المعدة يخليها تتحرك ببطء، فالشخص بيحس بالشبع. الأعراض الجانبية بقى إن أنت ممكن تحس بغثيان أو قيء، ممكن يبقى فيه اضطرابات في المعدة من إمساك أو إسهال، وفي ناس ممكن ما يحصلهاش أعراض خالص لو بدأنا الجرعة تدريجيا. في نصايح مهمة جدا إنك لازم تعملها. أول حاجة، ما ينفعش تقول أنا شبعان فمش هاكل، لازم تاكل عشان الحرق أولا ما يقلش، وبرضه لازم الجسم يخش له سعرات معينة. أفضل نظام وجبات صغيرة وتبقى متكررة. نشرب مية كافية، على الأقل 8 كوبايات مية في اليوم. وزي ما قلنا قبل كده الرياضة ولو كانت رياضة بسيطة. الأعراض الجانبية لو حصلت زي مثلا إسهال، خلي بالك من الجفاف، وممكن تاخد بكتيريا نافعة، ده بيحسن من الأمر كتير. أي تأخير في عملية الإخراج مهم إنك تخلي بالك إن كده ممكن يبقى فيه مشكلة فترجع للدكتور. خلاصة الحلقة، كل اللي قلناه على الأوزمبيك بينطبق على الباقي. الدواء مش سحر، هو وسيلة تساعدك تبدأ نظام صحي وتكمل عليه حتى بعد ما توقفه. ما تبدأش من نفسك ولا تزود جرعات، لازم حد مختص يساعدك. لو شايف ان الحلقة دي فرقت معاك ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب.